ازيكم عاملين اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه غدانا فراخ ومحشي. تمام. اول حاجه جبت الفراخ غسلتها كويس جدا بالخل والملح زي ما انتم شايفين. جبت حله على النار، وبعد كده حطيت بقى الفراخ فيها، وقطعت بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، قطعتهم 4 ارباع كده، وبعد كده حطيتهم على الفراخ. وبعد كده البهارات بتاعتي عباره عن ورق لورا وبهارات فراخ وكمون وفلفل اسمر وشويه الملح. وبعد كده سبتهم لحد ما يتشوح خالص وتنزل الصوص بتاعها كله. وبعد كده بزودها بالمية واسيبها بقى تستوي، تاخد بس غليتين كبار كده، وبعد كده بوطي عليها على نار هادية وتستوي خالص. وبعد كده ده المحشي بقى زي ما انتوا شايفين، سقيته بقى بالشوربة. حطيت القلب بتاعه يا دوبك اغطي المحشي بحاجات بسيطة جدا، وهسيبه بقى على النار برضو ياخد فورة. وبعد كده بقط عليه بيستوي على نار هادية زي ما انتوا شايفين كده. ده محشي يا جماعة ورق خاص على فكرة، بيبقى طعمه روعة روعة جدا. يا ريت تجربوه كلكم، والله العظيم مش هتندموا خالص. تمام. بسيبه بقى كده لحد بوط عليه، بسيبه بقى لمدة 10 دقايق، مش بياخد سوا طبعا معايا. وهنا الفراخ بقى ما طلعتها بقى نزلتها كده من على النار، حطيتها بقى تحمر زي ما انتوا شايفين، وتاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبألف هنا يا جماعة. كده المحشي بعد ما نزل بقى هقلبه لكم. سارة اختي يا جماعة قالت لي انا عايزة اقلبه، انا اللي هقلبه. ايه رأيكم بقى في القلبة بتاعتها دي؟ حلو. وكمان طبعا بتخبط زي ما انتوا شايفين كده بيخبطوا. هترفع بقى كده الحلة. يا سلام يا جماعة على شوية المحشي بقى، كان طعمه روعة بصراحة. اتفضلوا معانا بقى بألف هنا والشفا على قلوبكم. اللي عجبه يا جماعة الفيديو يعملي لايك للفيديو، لأول مرة يشوف قناتنا ينزل يشترك فيها وبيفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.